السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد دائما أبدا. النهاردة بإذن الله هنتكلم عن إزاي تعمل QA Quality Control مراقبة جودة للتاسكات اللي في المشروع اللي على منصة داتا بلس. في ناس كتير قوي ما تعرفش منصة داتا بلس. هي عبارة عن الشركة دي بقت خلاص اشترت تقريبا شوجيا واستحوذت عليها وبقت تقريبا اغلبيه حاجات شوجيا تبع داتا بلس. اوكي، المنصه دي ما بتتعاملش غير مع تيمز، لازم يكون ليدر ومعاه الفريق بتاعه، ما بتتعاملش شخصي. يعني انت لو انت جيت عملت اكاونت عليها ومعتقد انك انت خلاص كده هتدخل تشتغل، مفيش حاجه اسمها تدخل تشتغل. ماشي، لازم تكون ليدر وعندك فريق عشان تشتغل ويقبلوا يدوك مشاريع. طيب دلوقتي ايه اللي احنا هنعمله؟ طبعا احنا اتكلمنا في الفيديوهات اللي قبل كده ازاي تدخل تعمل ايميل على شوجيا او داتا بلس، ان هي نفس السيستم تقريبا، انك انت بتعمل الجيميل بتاعك وتتاكد ان اول حروف في الايميل اللي انت هتعمله باسم الفريق بتاعك واسم الليدر، عشان ساعة الدفع مش هيقعدوا يدوروا على انت تبع انهي فريق، انت مع اي واحد، تبقى انت اشتغلت طول البروجكت ومخدتش ولا مليم عشان هم مش لاقيينك. اوكي، فحاولوا على قد ما تقدروا بعد اذنكم تتاكد الفريق اللي انت فيه ايه، وتكتب الحروف الاول او شوف الترتيب اللي الليدر هيقوله لك واسمك الثنائي عشان يعرفوا يجيبوك، حتى لو هم ما عرفوش مع الفريق دوت يعرفوا انك انت تبع الليدر الفلاني وتاسكاتك نازله عشان فلوسك ما تضيعش. بتدخل طبعا تفتح الايميل بتاعك وتتاكد ان هو اكتف وتسيبه مفتوح، وتدخل على المنصه وتعمل حاجه اسمها ريجستر، تسجيل، وتبدا تشتغل عادي جدا جدا. تعمل اكونت جديد وتحط الباسورد بتاعتك. اهم حاجه انك انت الباسورد بتاعتك ما يبقاش فيها نقطه، ما يبقاش فيها اي حاجه، يعني رموز معينه كابيتال لتر، لازم اقل يعني حرف مش اقل من واحد يبقى في كابيتال لتر، في سمول لتر، في ارقام وفيها رمز. اوكي، اغلبيه الباسوردز دلوقتي بقت كده عشان ما يحصلش هاك للحساب بتاعك. انت فتحت الحساب بتاعك وخلاص، وخلي بالك في بعض الليدرز بيبقوا محتاجين انك انت تعدل اليوزر نيم يبقى اسمه شبه الايميل بتاعك، فلازم تدخل من هنا هوت تفتح الحساب بتاعك وتعدل الايه اللي هي ماي اكونت، ده اليوزر نيم. عشان يا جماعه في ساعات في اخر البروجكت يقول لك هات اليوزر نيم بتاعك، فاليوزر نيم اهو عشان الناس اللي بتسال. هدخل على ماي اكونت وممكن اعدل اليوزر نيم دوت بحيث انه يبقى شبه الايميل، بحيث ان هم ما عرفوش يوصلوا لك، على الاقل يبعتوا لك ايميل. ماشي، هنا هو طبعا لو عايز تعمل تشينج الباسورد الحاجات دي كلها ما تهمناش، اهم حاجه انك انت لو دوست على القلم ده هتقدر تعدل الايميل اليوزر نيم بتاعك. ماشي، طب دلوقتي انت خلاص خلصت وانا عندي كنت في الهوم، ودلوقتي عايزه ادخل على الورك سبيس بتاعتي او الجوبس هنا هوت، بدخل عليها بتحمل دي لو المشاريع اللي نازله. اوكي، فانت مالكش دعوه بيها، انا هدخل على الورك سبيس بتاعتي. اوكي، الورك سبيس بتاعتي لما بدخل على الورك سبيس زي ما انتم شايفين كده انا عندي بيحط لي هنا هو البروجكت اللي انا شغال فيه اوريدي. هنا اسمي انا، والتيم ليدر التيم بتاعي اسمه ايه. هنا هو البروجكت اللي انا شغال فيه او الجروب التيم ليدر بتاعي اسمه ايه، انا بشتغل ليدر او ممبر، انضميت امتى، وهكذا. ماشي، لو عايزه اخرج من الجلد دي او من النقابه دي او من التيم دوت بطلع كوايت من هنا اهو. طيب لو جينا هنا اهوت ونزلنا، دي اخبار المنصه والبروجكتس اللي هم عاملينها، ما فيش اي حاجه مهمه في الحته ديت. اركز بقى هنا في حاجه اسمها انوتيشن، في حاجه اسمها ريفيو. الانوتيشن ده متخصص تماما في التفريغ، انك انت شخص عادي جدا دخلت بتشتغل في الفريق بتاعك بتشتغل عادي. لازم هنا هوت اول ما بتدخل بيقول لك نو داتا، لازم تتاكد انك انت اديت اليوزر نيم والباسورد والايميل بتاعك للتيم ليدر عشان يبعتوا للشركه، والشركه تبعت لك ايميل. الايميل ده يقول لك ادخل على اللينك عشان تقدر تدخل على البروجكت. ركزوا في الحته دي. يبقى انا هعمل ايه؟ هاخد اليوزر نيم بالباسورد بالايميل هبعتها للتيم ليدر بتاعي
التيم ليدر بتاعي هيبعتها للشركه او للكلاينت بتاعه، العميل بتاعه، ياكتفها من الشركه، يتبعت لي ايميل. الايميل ده بدخل على الايميل بتاعي اللي هو ايه، اللي انا شغال بيه ده هنا اهوت، مش الايميل الشخصي بتاعك، دي مش ايميلات شخصيه يا جماعه، دي ايميلات شغل. بدخل على الايميل بتاعي وهلاقي ان هي مثلا داتا بلس بعتلي ايميل، الايميل دوت فيه اللينك بتاع البروجكت اللي هو الانضمام، اسمه لينك الويلكم اللي هو المرحبا، اوكي، ان هم بيرحبوا بيك في الفريق لانك انت انضميت. او لما بدخل بلاقي الحته دي ما فيهاش الاورنج ده، ما فيهاش البرتقاني ده، الدايره دي مش موجوده، بيبقى مكتوب نو داتا. المفروض انك انت لما بتنضم ينزل لك بالمنظر ده الشغل، اوكي. لو لقيت هنا نو داتا، ابعت للليدر بتاعك يكلم الكلاينت والشركه ياكتفوا لك الشغل، ماشي. ما تقعدش بقى مستني، لازم تبلغهم ان الشغل ما نزلش. طب انا دلوقتي هنزل تحت شويه، هلاقي هنا هو، بصوا هنا البروجكت بتاعي، وبيقول لك ان هنا اللي نازل، خلوا بالكم كلمه انوتيشن. انوتيشن يعني ايه؟ يعني انا بشتغل كفرد في الفريق عادي. طب في عندي حاجه اسمها ريفيو. ريفيو دي هتتفتح للناس اللي بتعمل الكواليتي كنترول، عشان في ناس كتير بتسال ادخل منين على الريفيو بتاع الكواليتي كنترول بتاعه الداتا بلس. بدخل على الكواليتي كنترول من كلمه ريفيو. طب انا دلوقتي عايزه اوصل لها، اجي هنا اهوت، شايفين هنا اهوت في رقم 2، في عندي مجموعتين، مجموعه بتاعه الانوتيشن اللي هي المود ان انا بشتغل، في عندي مجموعه الكيو اللي هي الريفيو. بدوس عليها، بصوا هتظهر قدامي ايه، هيظهر قدامي دخلني في صفحه تانية وفتح لي اللي هو ايه، هنا انوتيشن. ركزوا، اللي بيشتغل انوتيشن يفتح الانوتيشن، المفروض مش هيظهر قدامه ريفيو، بس اللي بيشتغل ريفيو يتاكد ان هو الكواليتي كنترول بيدخل على الريفيو مش الانوتيشن. طب انا دلوقتي في حالة ان انا في تاسك مفتوح هلاقي كلمة continue، في حالة ان انا التاسك ما فيش حاجة مفتوحة بدخل على الستار. طب انا دلوقتي هنتكلم في الجزء ده على الايه، الكواليتي كنترول. هاجي هنا اهوت، الكونتريبيوشن ديت بيجيب لك تحليل وحاجات كده هو تبع الشغل بتاعك يعني، والمساهمة بتاعتك وانت عملت كام تاسك والحاجات دي كلها، ماشي. هاجي هنا ادخل على الستارت. ركزوا في الحتة دي يا جماعة، انا بدخل على الريفيو، هعيدها تاني عشان الناس اللي ما بتركز. بدخل على الورك سبيس، ومنها هدخل على الريفيو. الريفيو ماشي، بنزل هنا وادوس على البرتقاني ده عشان انا عندي بس الانوتيشن اللي ظهر، انا عايزه الريفيو يظهر. بيدخلني في صفحه جديده، الصفحه الجديده ديت اللي هي ماي جوب تقريبا. زي ما انتم شايفين هنا الريفيو نازل، في عندي ستارت، هدخل على الستارت. لما بدخل على الريفيو اللي هو الكواليتي كنترول عشان اراجع التاسكات، بيتفتح لي التاسكات اللي انا المفروض اشتغلها، دي اخر تاسكات 190 تاسك، كاتب لك هنا اسم الانوتيتور بتاعك وكم تاسك عملها، وهنا محطوط الساعات، عدد الساعات اللي فاضله عشان يبقى expired، اوكي، والدقايق اللي فاضله. انا طبعا في حاله ان انا هبدا بالتاسكات دي هدوس على ريفيو وادخل على التاسك، ماشي. بس انت خلي بالك من هنا، في عندك تاسكات قديمه، دي التاسكات الجديده بتاعت النهارده مثلا، ودي التاسكات قديمه. انا عندي 1886 تاسك قديم، يبقى انا ماليش علاقه بدي اللي هي فاضل لها 76 ساعه دي، وادخل لايه، على اللي هي القديمه. لا زي ما انتم شايفين لما بفتح القديمه ببص هنا فاضل 9 ساعات، فاضل 10 ساعات. طب ايه اللي هيحصل لو الساعات دي خلصت؟ لو الساعات دي خلصت معناها ان التاسك ده هيرجع يتمسح الداتا بتاعته، او مش هيروح لصاحب العضو اللي هو صلح عمل الشغل ده، وهيروح لواحد تاني يكمله ويدوس هو سبميت وياخد الفلوس. يعني الاولاني اللي اشتغل مش هياخد الفلوس، ليه؟ لانك انت ما رجعتش. فلازم تبدا بال to be reviewed again، اوكي. يبقى انا هنا التاسكات دي اتبعتت مره، والمود المفروض ان هو صلحها ورجعها، ماشي. في ناس بتستهبل وما بتصلحش حاجه، ماشي. فانت لازم تتاكد ان هو صلح صح، ما تعتمدش ان هو بيصلح. اغلبيه المودز اصلا مش فاهمه الشغل، احنا بنفهمه بالعافيه. فانت لازم تتاكد ان كله اتصلح. هنا اللي هو الجداد، ماشي، اللي هو تو بي ريفيود، اوكي. طب ادخل على التاسك ازاي؟ زي ما انتم شايفين انا عندي هنا 50 تاسك، وهنا مثلا 57 تاسك. طب ادخل عليهم ازاي؟ بصوا انا بدوس على كلمه ريفيو. اول لما هدوس على كلمه ريفيو هيتفتح لي الكومبو بوكس دوت، هيتفتح لي الويندو ديت، المنظر دوت، النافذه ديت.
زي ما انتم شايفين مكتوب اسم الانوتيتور. اوكي، ادي هو الام ام دي اسم الفريق، وبعديها عندي هاجر هاجر مش عارفه ايه ده اسم الشخص يعني، ماشي. وهنا مكتوب ان في عنده الراجل هاجر دي عندها 57 تاسك المفروض يتراجعوا باسمها. المفروض ان انا هعمل ايه هنا؟ هو بيقول لي دخلي عدد التاسكات اللي انت هتاخديها تراجعيها في المره الواحده. انا عندي من 1 ل 57 اكتبهم، ماشي، من 1 ل 57. ما ينفعش اجي احط 60 احط 70، لا، خد من الاخر كده بخمس تاسكات 10 تاسكات 20 تاسك، ما تاخدش كل التاسكات، ماشي، عشان انت مش هتلحق تخلصهم. وممكن يكون ربنا يعني حظك وقعك في ايه، في واحد اصلا شغله وحش شغله بشع، فانت هتضطر تراجع كل التاسكات. وخلي بالك في الكواليتي كنترول انت ما بتتحاسبش على التاسكات اللي هترجع، انت بتتحاسب على اخر تاسك يتعمل له سبميت، انت بتاخد فلوس، ماشي. كل التاسكات اللي بترجع دي انت مش هتاخد تقريبا فلوسها خالص، ماشي. فنركز كده اهوت. انا مثلا هكتب ان انا عايزه اخد مثلا 10 تاسكات، ماشي، واروح اعمل ريفيو ناو. فهمتوا احنا هنعمل ايه؟ هندخل على الريفيو، هيتفتح لنا دوت هيقول لي قول التاسكات اللي هطلعها لك، احدد التاسكات وما اخدش تاسكات كتيره. سيبوا الناس تشتغل، مش لازم تاخدوا كل حاجه وفي النهايه الداتا تتحرر وانت لا تشتغل ولا تسيب غيرك يشتغل ويضيع الشغل على الناس. زي ما انتم شايفين انا بحب استخدم المايكروسوفت ايدج. ليه؟ لان انا مجرد ما بفتح المايكروسوفت ايدج بيقول لي اعمل ترانسليت للصفحه. فطبعا المنصه دي كل كلامها اصلا بالصيني، انا بحب اقول له ابقى اعمل لي ترانسليت، ماشي. هي المنصه منزله فعلا ترجمه هنا، بس ساعات بتبقى في الجنب دي ما بيبقاش ترجمه حاجاتنا ظاهره، بيبقى ظاهره برضو بالصيني. يعني انا دلوقتي لو ما عملتش ترانسليت ودوست على اي كومبو بوكس، لا والله هنا بصوا منزل لي دي حاجه اسمها تاجز. التاجز دي كلها بصوا طالعه بالصيني، لكن انا لو بصيت ورحت دايس هنا وعملت رايت كليك او رحت دايس على الاي ديت وعملت ترانسليت، بصوا الكلام هنا هيتغير كله الانجليش. وانت عشان تعمل كواليتي كنترول لازم تفهم اصلا هو بيقول ايه. طب دلوقتي انا عندي الصوره زي ما انتم شايفين كده اهوت طالعه قدامي، نص الكلام مش باين. طب اعمل فيها ايه عشان احركها يمين وشمال؟ بدوس رايت كليك في الماوس واحرك يمين وشمال يمين وشمال فوق وتحت، ماشي. في ناس بتستخدم الاسهم بس انا ما بحبش الاسهم. عايز تستخدم اسهم استخدم، حاضر. احنا بنقول لك الكيبورد ازاي تستخدمها والماوس ازاي تستخدمه، ماشي. بصوا كل ده كلام ما كانش باين. في ناس بقى بتيجي تفتح كده اهو وتروح كاتبه ايه، اصل دي نص كلمه واصل دي كلمه. لا حبيب قلبي حبيبتي، دوري على بقيه الصوره. طب انا دلوقتي عايزه اصغر الصوره دي عشان كبيره قوي قوي قوي، ماشي. طب اعمل ايه؟ في عندك في الحروف اللي هي بتاعه الكيبورد بتاعتك في حرف الدال والجيم والحاء، فوقيها بقى في عندك الباك سبيس، تسيبك منها. في جنبها بقى حاجتين، في عندك يساوي وفوقيها اللي هي الزائد، وفي عندك الزرار اللي بعده في اللي هو الناقص. انا لما اجي ادوس ناقص بصوا بعمل زوم اوت، بصوا كل ده ما كانش باين. لو عايزه اكبر بدوس على اليساوي وادوس ايه زوم ان، بصوا. خلوا بالكم ده مهم جدا جدا طول ما انت بتتعامل. ليه؟ لانك انت هو انا شايفه كده ما شاء الله عامل الراجل ده شغل تمام ويجنن. لازم بقى انا اعمل ايه؟ اعمل زوم جامد قوي واروح جاي كده محركه واختار مثلا الحته دي واتاكد ان هو عامل فعلا ايه القص بتاعه صح، الكلام بتاعه صح وكده. لازم تكبر وتيجي تصغر كل شويه وتشوف الكلام ده صح ولا لا. اللي صح. طب دلوقتي انا زي ما انتم شايفين الناحيه دي كل التاسكات اللي هو عاملها، في عندي مسطره هنا هو بطلع وانزل بيها، عندي عمل 29 تاسك. جنب كل تاسك في عندك ديليت، ما تجيش ناحيتها خالص. في عندك العين ديت انك انت التاسك باين. مثلا لو خدنا الاولانيه دي اللي هي دي، اوكي. لو جيت دوست على العين اللي هي مخفيه دي ومشطوبه، بصوا ال... لو جيت كبرت هلاقي ايه البتاع اتشالت، الكلام اتشال. لكن بصوا هنا اتعملت، بصوا هي المفروض البوكس بتاعي باين هنا اتشال، ماشي. يبقى انا ايه اقدر ان انا لو اتنين فوق بعض ومش عارف اتحكم في الحاجه اقدر ان انا اعملها نو اكتف، ماشي. خلوا بالكم هي اوريدي موجوده، يعني انا ما لغيتهاش، لكن لو دوست بقى على الباسكت اللي جنب العين هتلغيها تماما. عشان كده بقول لك ما تدوسي على الباسكت. طب في حاله انك انت واحد عامل كومبو بوكس غلط وعايز تلغيه خالص، بعمل له سيلكت
بيبقى بصوا لونه اصفر كده اهو، ماشي. واروح دايس اللي هي الديليت الموجود في الكيبورد، الكلمه الكامله ديليت، ماشي. ده هيمسح البوكس كله، فخلوا بالكم. طب في حاله اتاكد، عايزه اتاكد، بصوا انا هشرح لكم المنصه الاول وبعديها هقول لك إيه الحاجه دي تتعمل ازاي. بص هنا اهوت، عشان طبعا التاسكات دي فاضل لها اقل من 10 ساعات، فهو بيديني هنا اهوت انذار ان انا اخد بالي ان باقي اقل من 24 ساعه والتاسكات دي هتتحرر عشان اشتغل اسرع. دايما انتوا شايفين هنا اهوت التايمر، انا بقالي 4 دقايق فاتحه التاسك و17 ثانيه هنا بالساعات. هنا التاسك الاولاني اللي انا هعمل له كواليتي كنترول، هنا الايه، هما انا اخترت 10 تاسكات، في ممكن تختار 20 50، بس الفكره انك تخلصهم وما تاخدش حق غيرك، سيب غيرك يشتغل، ما يبقاش انت عندك مليون تاسك وقاعد فاضي بيهوله، حرام. السهم ده بيجيب التاسك اللي قبله، والسهم ده بيجيب التاسك اللي بعده، بيقول لك ان هم كلهم على بعض 10 تاسكات. هنا الفينش دي بعد ما تخلص التاسك كله بتتاكتف الفينش ديت وتشتغلها، بتكون خلصت التاسك تماما. الاكسبت ده انك انت موافق على التاسك ده ولا هتعمل له ريجكت. امتى الفينش دي بتتاكتف؟ في ايه، في الاخر خالص لما ايه نخلص ال10 تاسكات تقريبا يعني، هي لونها بيبقى ازرق تقريبا. الاكسبت ده انا دلوقتي وافقت على الشغل ده والشغل ده تمام وعملته كواليفايد، فبدوس اكسبت. طب هو زفت الشغل بتاعه وحش، رحت دايس ريجكت. طب قبل ما ادوس ريجكت هعمل ايه؟ هدوس هنا على النوت. النوت دي مجرد ما بفتحها بيتفتح لي صفحه جديده بكتب فيها انا ليه رافضه التاسك، انا ليه رافضه التاسك، ماشي. بقدر اكتب 500 حرف واكتب واضح واعمل انتر واعمل بوينتس كده واوضح للي قدامي يصلح ايه، عشان ما نقعدش بقى هو ابعت له هو يبعت لي ونقعد بقى رسايل يمين وشمال وشاتنج وحاجات وهو مش فاهم حاجه وانا بحاول افهم فيه وما فيش امل. انا عن نفسي زي ما انتم شايفين ان هو لو التاسك اغلبيته كلام مش اللغه المستهدفه، 30% منه بس اللغه المستهدفه وبقيه التاسك كله لغه تانية، مثلا لغه فارسي، لغه هندي، لغه فرنسي، اجي هنا يتعمل invalid، ماشي. زي ما انتم شايفين هنا في بتاع السيف، لازم ادوس سيف كل شويه عشان المنصه ما بتسيفش لوحدها. اعتقد برضو داتا بلس زي شورجيجا ما بتسيفش لوحدها، فلازم تداس. طبعا الحاجات دي كلها بقى الانفورميشن والهيستوري والحاجات دي كلها ملهاش اي لازمه. هنا هو بقى اهم حاجه اللي هو الانجليش، ان انا اختار ان المنصه تبقى بالانجليش، بس زي ما قلت لكم هي التاجز ما بتتفعلش في الانجليش، معرفش ليه، فبالنسبه لي ملهاش قيمه يعني. طيب احنا دلوقتي فهمنا بقى الكلام ده كله. هنا طبعا لو انت فتحت الكومبو من هنا يقول لك ايه، انت عايز بوليجونز، عايز اشوف مثلا الراجل ده عمل كام بوليجون. زي ما انتم شايفين صفر. انا المفروض البروجكت بتاع الاو سي ار او تفريغ الصور، افضل حاجه ان عندي يتعمل لي اللي هو المستطيل ريكتانجل او كوادريتيريوم دوت، ولا الحاجات دي كلها، ماشي. طيب انا دلوقتي وقفت هنا اهوت، زي ما بمجرد ما هقف على الكومبو بوكس هيتفتح لي الصفحه دي. الصفحه دي زي ما انتم شايفين بيقول لي مثلا المكان بالظبط بتاع البوكس بتاعي، الاحداثيات بتاعته بالطول والعرض والحاجات دي كلها، مش مشكله بالنسبه لي. أو انا اهم حاجه وانا بشتغل يا جميل انك انت تتاكد ان البتاع كبير. انا شايفه الخطوط كلها، اكبر كده واشوف كده الخطوط كلها فعلا الخط ده. بصوا في ناس كتير قوي ما بتاخدش بالها من حاجه، تيجي تقص يعني تعمل البوكس من بره، فهي مش شايفه ان البوكس ده قاطع الحرف. هنا ما شاء الله الولد دوت مش قاطع الحرف. انا عايزه اشوف لكم لو هو قاطع اي حاجه اجيبها لكم. يعني الحق الولد ده تقريبا، البنت دي قصدي عامله شغلها تمام يعني. بص في بعض الناس تيجي مثلا تقول لك ايه، تيجي تعمل تقويه كده اهوت. بصوا انا مجرد ما باجي في الكورنر بيظهر عندي اللي هي الايه، لازم دي تتاكتف الاول تبقى اصفر. وبص مجرد ما بقف بيتفتح لي دايره لونها ازرق، بقدر اكبر واصغر بيها ايه الريكتنجل بتاعي. في ناس بتروح حاطه كده يا جماعه، بصوا تبقى الخط قاطع الحرف. لازم ما ينفعش الخط يقطع الحرف، لازم يبقى جنبه وما يبقاش كده، لا غلط. بصوا انا لامس ليه بس، يعني جنبه بس ما بيلمسوش، بصوا جنبه بس ما بيلمسوش. طيب يبقى نخلي بالنا من الحكايه دي. يبقى انت لو عايز تصلح ككيو وريح نفسك وصلح، عشان انت هترجع له برضه مش هيفهم الا لو هو بقى ما فيش امل يفهم، لا رجع له كذا واحد عشان يتعلم يصلح.
انا بصلح وبعمل كده كده اهوت من كل الحاجات، واتاكد ان هو ريكتنجل، اللي هو قصدي اللي هو الكوادريتيوم. ماشي. طب انا دلوقتي لما بدخل في اي حاجه زي ما انتم شايفين هنا بحط النوت، ان انا مثلا هو هنا هو اتعمل الخط كان قاطع الحرف، اكتب له خلي بالك ما تقطعش الحرف. ماشي. ده امتى بقى اكتبه؟ في حاله ان انا هرجع البتاع ده واعمل له ريجكت. لو انت هتعمله كواليفايد وتصلح انت، ما تعملش عشان ما تضيعش وقتك. طيب احنا هنا هوت الليبلز الاولانيه دي، هو بيقول لك ان دي لغه، البروجكت ده عباره عن لغه. لو هو قال لك ادخل على الحته دي واختار حاجه تانية ادخل، غير كده هو تسيبها زي ما هو عاملها. هنا هو التكست بتاعي بيتكتب. بصوا انا هكبر لكم الحته ديت عشان تشوفوا كويس. خلي بالك لو عايز تكبر الكلام اللي في الجنبين هتستخدم الايه، الزوم بتاعت البراوزر نفسها. هنا بصوا هو الكلام مكتوب هنا تقوية جهاز المناعة. طب تقوية جهاز المناعة دي هنا مكتوب بالعربي فعلا. طب دي عربي ولا انجليزي ولا رقم ديجيت ولا رمز من الرموز ولا لغة مش تانية مش اللي احنا مستهدفينها، ولا كيو ار؟ كيو ار اللي هو يا جماعة آه، اللي هو الباركود، مش الباركود، استنوا، ولا صيني ولا ايه بالظبط. انت لازم تتاكد انت البروجكت اللي انت شغال فيه ايه، ما تقعدش تفتي مع نفسك. في ناس بتدخل تشتغل يا جماعه كميه شغل رهيبه ومش هتاخد ولا فلس ولا قرش، بسبب انها مش فاهمه البروجكت مطلوب ايه، عماله تقص كلمات وهو مطلوب اسطر. احنا البروجكت بتاعنا سطر كامل بناخده مش كلمات. بصوا ده الكيو ار، كيو ار يا جماعه. ماشي. بتنزل برنامج يقرا الكيو ار دوت، وتروح رايح دلوقتي في اي مطعم او اي حاجه بيقول لك افتح الموبايل وحمل المنيو، يبقى انا بنزل البرنامج من البلاي ستور من الابل ستور، وايه، واعمل سكان، افتح الكاميرا زي ما انتم شايفين كده واعمل سكان للمربع دوت، وايه، وادخل على اللينك بتاعه او على التطبيق بتاعه، وهكذا. حاجه اوتوماتيك يعني. في ناس بتدفع برضو بالفلوس بالبتاع دوت، تفتح الموبايل بتاعه وتعمل كده خلاص يتحول تدفع الفلوس اوتوماتيك. بعض البنوك شغاله بيها وفي بعض لا. خلوا بالكم لو انتوا بتشتغلوا، لو البنك بتاعك بيشتغل بيها فخلي بالك يا احسن ايه تتحول فلوسك وانت مش واخد بالك. زي ما انتم شايفين هنا هو التاجز دي مهمه جدا. انا لو انا هنا هو عملت ريكتنجل او عملت مستطيل ولا عملت بوليجون، لازم هيقول لي هناك احمر يرضى ان هو يعمل يقفله، غير اما اكتب هنا كلام في التكست واختار تاج من التاجات. ماشي. لو نزلنا هنا تحت شويه في عندي حاجه اسمها كواليفايد، في حاجه اسمها ان كواليفايد، دي مش اكتف، هو على طول حاطط هنا هو. فانا عندي انها كواليفايد، لو انا موافقه هروح دايسه على دي. بصوا مجرد ما بدوس على الكواليفايد بتتحول لاخضر. ماشي. يبقى هي الطبيعي بتاعها انها ابيض، لو انا عملت كواليفايد بتتحول لاخضر. طب انا دلوقتي عايزه اشوف هو الكلام ده فعلا صح ولا غلط اللي هو كاتبه. قبل ما ندخل في الكلام الصح ولا غلط، زي ما انتم شايفين انا مجرد ما بقف على اي حاجه بينزل لي اللاير رقم كام، الارقام رقمه كام، الاي دي بتاعه، والمكان بتاعه فين، احداثيات الطول والعرض في الصفحه زي ما بنقول. وعندي الليبل بتاع لانجوج ولا حاجه تانية، احنا اوريدي شغالين على الليبلز بتاعنا لانجوج يعني لغه. في عندي التكست بالاعشاب في بتاع ده، طبعا بيسهل لك ككيو انك تتاكد ان كلامه مكتوب صح، مش محتاج بقى. بس انا عن نفسي بحب ادخل على بوكس بوكس، بس انت تقدر انك انت لو بصيت بصه كده تعرف ان الليبل ده غلط ولا صح. هنا زي ما انتم شايفين الحاجات دي كلها، ده لو عايز تلغي كل حاجة، لو عايز يعني بص هنا عايز كله يبان، عايز مش كله يبان، في تحليل، في اتريبيوت. المهم الحاجات دي كلها ملهاش دعوة. أهم حاجة هنا عندي في الاندو والريدو، اوكي، هي دي المهم بس اللي هنا هو. طب في عندي هنا هو زي ما انت شايف التانية هنا ظاهرة، ده لو انا هعمل كوادريترز، اوكي، اللي هو المضلع رباعي الأضلاع. هنا لو هعمل بوليجون، وهنا مش عارفه السهم ده لازمته ايه، وفي هنا الايد. انا خلي بالك مجرد ما هدوس على البوليجون او البتاع، مجرد ما هعمل اي حاجه هتحرك بصوا هيعمل الحركه دي. فبدل ما تلاقي ان في مثلثات ولا مستطيلات ولا مضلعات معموله وانت ما تعرفش اي حاجه، لما تيجي تحرك على طول تبقى معاك الايد، حرك فوق وتحت بالايد. بلاش تحط ايدك هنا في البوليجون وتروح عامل كده وتيجي تحرك يمين وشمال. بصوا هتتحرك معاك بس ممكن انت ترسم من غير ما تاخد بالك. طب انا عملت بوليجون غلط، انا كده رحت جاي عامل سوري عملت ريكتنجل اللي هو البوليجون بتاعي، او عملت مثلا، استنى هنعمل بوليجون احسن.
بص انا مثلا عملته ورحت جاي بدأت كده. البوليجون ده يا جماعة بيستخدموه لو الحاجة مايلة، لو عاملة كيرف، عاملة نص دايرة كده، ماشي. ويفضل انها 4 بس، ما تعملش نقط كتير. طب في حالة ان انا عملت البتاع دوت وعملته غلط، ما اتعملش صح، ادوس على الايد دي هيتلغي خالص، ماشي. يبقى انا، طب انا عملت دلوقتي ال- البوليجون، عملته. رجعت تاني، اختار يعني بعد ما تفضل بتاع عايز ترسم اعمل البوليجون تاني او اعمل ريكتنجل. ما تستخدمش البوليجون خالص في مشاريع التفريغ بالصور. استخدم على طول المضلعات، الريكتنجل، الكوارتر، الحاجات دي، المربع، الحاجات دي كلها. الحاجة بس اللي على شكل كيرف هي دي اللي ايه اللي تعملها. طب انا دلوقتي عندي البوليجون بتاعي، عملت كل النقط بتاعته 4 وايه. ودايما يا جماعة، دايما هنبدأ في البتاع نتأكد ان هو بادئ من هنا، اللي هو اقصى حاجة ناحية اليسار او الشمال. بعمل 1 وادي 2 وادي 3 وادي 4، ماشي. خلوا بالكم من حاجة، لازم وانت بتراجع في الكيو انك انت تتاكد ان الراجل عاملهم كده. طب انا هشوف الارقام دي ازاي؟ زي ما انتم شايفين انا مصغره اهو، مش باين الارقام خالص. طب انا هشوف ازاي الارقام؟ هدوس على، هقف كده اهو، تعالى اتاكد ان انا مختار هنا الايد، واروح دايسه على معلش هقلل لكم ده شويه، خلوها 100 ما تقلش ولا تعمل عشان عينيكم. لو حسيت عينيك وجعاك بعليها شويه بس مش قوي. بصوا انا هنا هو في ارقام باينه، الارقام دي اللي هي الاي دي اللي هنا، ماشي. افتحه ازاي؟ بدوس على السهم بتنزل لي. يبقى دي الارقام. بص انا واقفه في الحته دي، لما بيبقى ازرق يبقى انا في ده رقم 16. بصوا هنا رقم 16. طب ابين ازاي حدود البوكس بتاعي؟ هقف عليه كده اهوت ويبقى لونه اصفر كده، وادوس رقم 3. رقم 3 اللي هو فين؟ اللي في الكيبورد نفسها، مش ناحيه الكالكوليتر، لا اللي في الكيبورد نفسها، اللي هي فوق الدبليو او فوق الصاد، ماشي. بصوا الارقام ظهرت ازاي، هكبر لكم شويه. بصوا الارقام، بصوا الارقام كلها هنا 1 بس هو مش باين طبعا عشان في رقم فوقيه اهو. هنا رقم 1 باين، ماشي. وادي 2 3 4، لازم يكون المضلع بتاعك 4. طيب آه، جبتها ازاي؟ هعيد تاني. انا هقف كده على اي مربع في المربعات والبوكس اللي انا عاملاه، وهدوس رقم 3 اللي هو الهاشتاج اللي موجودة في ناحية الايه، ناحية الحروف، ماشي، اللي هي فوق الدبليو. رقم 3 الهاشتاج. انا بدوس على رقم 3 هيفتح لي الارقام. طب عايزه اقفلها تاني، اروح دايسه 3 تاني. بصوا اتقفلت، ادوس 3 تتفتح، ادوس 3 تاني تتقفل، وهكذا. بصوا هنا بيبين البوينتس نفسها. لو دوست على 2، لو شلت البوينتس مش هيبينها، ماشي. يبقى البوينت اللي هي الدوائر اللي في الحواف بنعملها باتنين، مش عايزها اشيل ادوس تاني على 2. طيب في حالة ان انا عايز مثلا لقيت حد كده من الناس اللي شغالة مش معامل الريكتنجل بتاعه ولا البوليجون بتاعه، انا ممكن ارسمها ككيو اي بدل لما ارجع التاسك وما تحاسبش عليه، بس لو حاجة خفيفة يعني. لكن لو هو سايب التاسك كله مش معمول، لا رجعهوله. طيب في ايه تاني؟ حاجة تانية مهمة. في حالة البوليجون انا لما اجي الغي نقطة من البوليجون، بقف على النقطة فوقيها، بقف هنا زي ما قلنا كده الاتنين دي بتبين النقط، اقف على النقطة. يعني مثلا لو انا هرسم دلوقتي بوليجون، ماشي. سوري انا قلت لك خليه على طول على الايد، بس لما تيجي ترسم تعمل. بص البوليجون، انا بص البتاعة كلها هاجي اقف على اللي انا عايزة الغيها، وبروح دايس حرف الدي اللي هو حرف الياء، ماشي. طب انا دلوقتي عايزه ارسم البوليجون، هعمل النقط بتاعتي واخر نقطه هقف فوقيها. مش هدوس يا جماعه، اخر نقطه هقف فوقيها اللي هي اول نقطه بالنسبه لي رقم 1. انا خلاص عايزه اعمله 4 اهو، عملته وقفت على الواحد وما دوستش، رحت دايس مسطره. مجرد ما ادوس مسطره، بصوا خلاص اتعمل. زي ما انتم شايفين عامل لي احمر، لازم اكتب حاجه هنا واختار تاج من هنا وهكذا، ماشي، عشان اقدر ان انا ايه ادخل اعمل الحاجات دي كلها. طب في حاله ان انا بقى ايه عايزه الغي نقطه، خلوا بالكم البوليجون
اقل حاجه عندك 3 نقط، فانا ممكن الغي بس الرابعه دي، اقف فوقيها، واقف فوقيها واكتفه كده، واقف فوقيها تتفتح لي البتاعه الزرقاء دي، الدايره الزرقاء، واروح دايس حرف الياء او حرف الدال. بصوا اتلغت ازاي. طب انا في حاله ان انا مثلا عايزه اعمل اللي هو الايه، المضلع بتاعي، هروح جاي اعمل نقطه، تانية، تالتة، الرابعه، اتعمل اهو. خلاص خلصت كده. يبقى البوليجون لازم اخر نقطة اقف على واحد، واروح دايسة مسافة من الكيبورد اللي هي السبيس. لكن المضلع العادي بتاعي بعمله ايه، المستطيل بتاعي بعمله عادي من غير ما ايه، بس ادوس واحد اتنين تلاتة. لازم ابدأ من الشمال فوق. بصوا انا هكبر لكم. لازم اول رقم واحد من ناحيتي، بعديها اتنين وانزل تحت، تلاتة اربعة واطلع فوق. ماشي. لازم طبعا اكتب الايه الكلام، واتاكد انه صح. ماشي. طب في حاله ان انا عايزه الغيه، هلغيه ازاي؟ قلنا البوليجون لو عايزه اعمل نقطه، اتاكد. بصوا يا جماعه، عشان ايه زي ما قلت لكم، خلي الايد، انا دلوقتي الايد دي هتخليني ايه، عايزه الغي الريكتانجل ده مثلا، او البوليجون ده، بقدر ان انا الغيه. بصوا خلوا بالكم في الكواليتي كنترول، لو هلغيه هدوس على ديليت، سوري معلش. طب خلوا بالكم في الكواليتي كنترول، لما جيت عملت المربع ما ظهرليش الكيو. يعني بص انا عندي هنا الكواليتي كنترول باينه ان انا ده كواليفايد ولا مش كواليفايد، ده صح ولا غلط. لكن لما جيت عملت الريكتنجل انا عملته ككيو، بص ما طلعهوليش. يظهر امتى؟ طب يظهر امتى؟ انك انت هتسيف شغلك، هسيف شغلي. ركزوا في الحته دي. لو انت عملت اي ريكتنجل، اي بوليجون، البوليجون اعتقد فتح الكواليتي كنترول، بس المربع بتاعي او المستطيل ما اتفتحش، يبقى انا حفظت وتاكدت انه حفظ. لازم قبل ما اعمل اي حاجه وبعديها اروح جاي ادوس ايه، سهم يمين او سهم شمال على حسب التاسك بتاعك. افتح تاسك تاني خالص. ماشي. طب اتفتح معايا تاسك تاني، حلو جميل. اللي حصل بقى، هنرجع للتاسك الاولاني اللي انا عملته. بما ان انا دوست سيف قبل ما اعمل، هلاقي الحاجه بتاعتي نازله اهو. بصوا الريكتنجل بتاعي والبوليجون بتاعي. اجي هنا ادوس على المضلع بتاعي، بص نزل الكواليتي كنترول، عشان في ناس ما بتبقاش عارفه تفتح الكواليتي كنترول وبتضطر تبعت التاسك من غير كواليتي كنترول. لا، لازم يتعمل كل واحده كواليتي كنترول، كلهم يبقوا خضر. ماشي. فركزوا من الحكايه دي عشان في ناس كتير بتتلخبط. طب انا عايزه الغيه خالص، بروح اقف عليه وادوس ديليت. بصوا اتلغى تماما. عايز زي ما قلت لكم، عايزه الغي، اقف عليه واروح دايس ديليت. طيب انا دلوقتي عايزه اعمل ايه، كواليتي كنترول التاسك ده. زي ما قلت لازم ابدا واتاكد ان انا بادئ من بدايه الصفحه. بصوا الكورنر اهو، اجي اودي يمين وشمال، خلاص خلصت. اجي ابدا هنا اهوت، اطلع زي ما قلنا، ادوس على التاسك وادوس 3، اصغر الشاشه دي شويه عشان ايه، تبقى باين التاسك بتاعي كله. ماشي. بجيبه كده في النص قدامي، يبقى كل حدوده باينه. اتاكد ان هو بدأ من واحد اتنين تلاتة اربعة، يبقى هو ماشي صح، الراجل ده بيفهم او البنت دي بتفهم. اعمل زوم ان واتاكد. بصوا اكبر اكتر من كده، اتاكد ان هي، اجي هنا اهوت، لما اجي في الكورنر هتظهر لي الدايره الزرقاء، احرك يمين وشمال. بصوا لا، هي بالظبط البنت عاملاه ما شاء الله عليها، تجنن. اوت، وبعديها هتاكد كده، ادوس عليها واتاكد كلمه صحتك. هكبر لكم دي برضو عشان تتاكد ان هي كاتبه صح. يبقى انا اتاكدت انها صحتك، صحتك بس، ما عليهاش تشكيل. لو عليها تشكيل تكتب التشكيل. هي الكلمه دي مكتوبه بالعربي، راح مختاره التاج العربي. الكلمه دي كانت حروف فقط، ما فيهاش ارقام، ما فيهاش رموز، فهي طبعا ما قدرتش انها تختار غير عربي. لكن لو هنا في 20 مثلا، يبقى هنا هتكتب ايه، ديجيت. هتعلم على العربي والديجيت. لو هنا مثلا في رمز مثلا زائد، هتروح عامله على السبيشال سامبلز اللي هو ايه، ان هي الرموز. ماشي. لكن التاسك بتاعنا ما فيهوش الكلام ده كله، فلازم دول كلهم ما يبقوش اكتف. يبقوا اكتف امتى؟ لو مكتوب الكلام ده. ماشي. طيب هي البنت عامله ما شاء الله كله، بس هي سايبه المربع ده. المربع ده لازم يتعمل. طب انا هعمل المربع ده ازاي؟
هتيجي هنا هو زي ما قلنا، هتيجي لازم طبعا لو هي يعني بصوا التاسك ده ما شاء الله كله تقريبا حلو، فمفيش داعي ترجعه، يعني زي ما قلت لك اللي هترجعه مش هتتحاسب عليه، فمفيش داعي تتضايق قوي وترجعه. فانت هتعمل التاسك بتاعك وتقصه عادي. هنا هوت المفروض ان انا يعني عادة بيتعمل المربع نفس طول اللي قبليه او اللي بعده، بس هنا في البروجكت ده مش قايل، احنا ممكن تسأل الليدر بتاعك هو المفروض ان هو يتعمل على قد النقطة والرمز ولا ما يتعملش. انا طبعا هرسمه على قده بالظبط ماشي، لان انا عنديش تعليمات لحد دلوقتي ان هو ما يبقى قد اللي قبله او اللي بعده ماشي. بص انا مجرد ما عملت بتاع راح جاي، طب انا اجيب الرمز منين؟ في عندك الويندوز، دوس على زرار الويندوز وفي نفس الوقت وانت دايس على الويندوز هتدوس في نفس الوقت، مش الويندوز الاول لا، في نفس الوقت هتدوس ويندوز والنقطه اللي هي الزين. بصوا هيتفتح لكم حاجه هنا اهوت عباره عن سامبلز. يبقى انا هعمل ايه؟ بصوا لو حركت في اي حاجه هتتقفل، فخلي بالك من الحكايه دي، هو بتتقفل من اي حركه. بصوا اتفتحت، فانا عندك هنا كل زي ما انت شايف كده كل الرموز اللي في الشاتن كأنه موبايل انت فاتحه ماشي. دي الاشكال. طب انت عايز تعمل هنا اهوت، بصوا هنا اهوت اللي هي الحروف والحاجات دي، هنا عامله انا اهم حاجه بالنسبه لي السامبلز الاخيره دي، ادور على الرمز اللي انا كنت شايفاه كده اهو. ممكن احركه يمين وشمال، اجي هنا واعمل دبل كليك واحرك يمين وشمال، عندي مسطره هنا بنزل يمين شمال سوري تحت فوق، ادور على الرمز بتاع الايه المربع ده، اتاكد هو نازل ولا مش نازل ماشي. طبعا انا هنا هوت الاسهم فمش طالع لي ان هو نازل، ادخل على اللي بعدها واشوف نازل ولا مش نازل. دي اللي هي بيتقال عليها ايه عملات دولار والحاجات دي كلها. هنا الحروف اللي هي الحروف الغريبة شوية، اتأكد نازل ولا مش نازل. هنا الأسهم، بصوا كل الأسهم، عشان في ناس بتقعد تقلب الدنيا على الحاجة، الرموز دي يا جماعة ما بتعرفش تعملها. بصوا اهو المربع جبته، المربع اهو، خلوا بالكم في مربع أبيض وفي مربع أسود. هنا باين ان هو أبيض لكن هو أصلا المربع الأبيض ده بس الحدود بتاعته اللي متحددة، لكن هو فراغ من جوه، فركزوا في الحكاية دي. طب المربع الأسود، المربع الأسود هو كله متلون، فده كله متلون ولا بس المربع اللي حواليه المحيط بتاعه؟ لا كله متلون، فاروح عامل دايس كده وانزله. بص لما انا كتبته طلع ايه بتاع. ما تقعدش كل شويه تفتح، انت ممكن تاخد كده كوبي بيست لو هو موجود اكتر من مره. بعمله كوبي كنترول سي واخده كوبي. طب انا هنا هو هقدر ان انا اكتب ان دوت آه، حرف، ده مش حرف، فطبعا لا هختار عربي ولا انجليزي ولا ديجيت، هو مش رقم، فاختار ايه samples special samples اوكي. طب اجي هنا اهوت بقى اقف هنا اهو وايه، وتاكد يا جميل انك انت فاتح الايد عشان يتلغي اي حاجه، واعمل ايه زوم اوت، الا لو الليدر قالك او البروجكت بيقولك ان دي تتعمل على قد اللي قبلها. هو بيعمل ايه؟ ما علينا. بصوا انا جيت بصغره شويه كده، احنا هسأل فيها ديت اذا كان فعلا البروجكت ده مش عايزنا نعملهم على قد ايه حاجه. البروجكت اللي احنا فيه دلوقتي ده عباره عن اسطر، هي المفروض البنت تكون عامله كل سطر لوحده. طب زي ما انتم شايفين في عندك السطر بتاعها هنا ده سطر لوحده، بس في سطر صغنن جواه. بما ان دي حجم وده حجم يبقى كل واحد فيهم هيبقى في كومبو بوكس لوحده، قصدي سوري في بوكس لوحده ماشي. يبقى هعتبر ان صحتك دي في خط سطر وامانه دي في سطر، مش هحطهم مع بعض ماشي. طيب هنا هوت لما جينا نزلنا تحت هنا هوت مثلا شفنا السطر ده، السطر ده بصوا كله بالعربي فهي خدته سطر لوحده. هنا هوت راحت عامله ايه عيد الاتحاد 42 وراحت حاطه ان هي علامه الديجيت وعلامه العربي ماشي. الارقام يا جماعه اللي مكتوبه بالعربي تتكتب عربي، ارقام مكتوبه بالانجليزي تتكتب انجليزي. طب ليه هنا هوت انا مع انها بالانجليزي ما حطيتش الانجليش؟ عشان ديت رقم، فانا طبيعي ان العربي ساعات كتير قوي بيتكتب بالانجليزي،
فهم قالوا لي في البروجكت، قال لي ما تكتبيش انها انجليزي، بدل الرقم نازل انجلش في وسط كلام عربي ما تكتبيش انها انجليزي. طيب لو جينا كبرنا الاقي هنا ده حجم خط وده حجم خط، انت فصلته، قالت ده بوكس لوحده وده بوكس لوحده. طب في حالة ان هما الاتنين خط واحد بس حصل هنا هو اتعمل مسافتين، يبقى دي هعتبر ان دي جملة لوحدها ودي جملة لوحدها. يبقى امتى افصل الجمل؟ لو مقاسها مش زي بعضه، لو واحد كبير وواحد صغير، لو في مسافة هنا كبيرة بينهم وبين بعض. ماشي. بص يعني هنا البنت دي عملت حاجة غلط، ان هي هنا هوت لما عملوا المسافة، بصوا المسافة من هنا لهنا قد ايه؟ نفس المسافة تقريبا اللي هي من هنا لهنا، والمسافة من هنا لهنا نفس تقريبا المسافة اللي من هنا لهنا. يبقى انا عملت الايه التاسك ده غلط، المفروض ما كانش اعمله، يبقى المفروض الغيه. بدل لما خدت البداية هي عملت كل كلمة لوحدها، هي المفروض كل كلمة ما تبقاش لوحدها، المفروض كله يبقى في بوكس واحد. يبقى كلمة، بصوا انا هعمل ايه بقى، هي عاملة غلط لانها المفروض ده كله جملة واحدة، جملة واحدة. ماشي. هي عاملة لا كل كلمة لوحدها، فدي عندها غلط. طب نشوف اللي بعدها كمان ايه اللي عملته تاني غلط. هنا مكتوب العدد وبعديها فبراير، لا هنا عشان في رمز في الوسط ومفروض احنا الرموز دي ما نكتبهاش، فهي لا فصلتها صح، الاتنين صح. نشوف عاملاها ازاي. كاتبه العدد واحد، هو ده واحد. طب انا عايزه اشوف الارقام كلها فوق البتاع وانا مش شايفه، اجي اقفل العين دي، فعلا مكتوب واحد. ماشي. فبراير 2000 وبتاع، صح. ده بس ده الغلط، ان دي كلها المفروض جمله واحده. هي عشان صغننه افتكرتها ان هي بعيده قوي، بس هي اعتقد جمله واحده يعني، حتى المسافه كلها واحد يعني. او ممكن عشان هي اعتبرت ان المسافه دي، بس الفونت ده غير الفونت ده، ايا كان. المهم المفروض ان هما يبقوا في سطر واحد. فانا دلوقتي صحتك اتاكدت ان الحدود كلها صح، الكلام صح، التاج بتاعي صح، اروح جايه هنا اعمل كواليفايد. ماشي. فين بقى صحتك؟ هنا مش باينه ليه؟ عشان هي تحت. بصوا اهي. طب امانه، كلمه امانه مش هتظهر ابدا معايا، كل ما ادوس عليها هتطلع لي صحتك. طب اعمل ايه؟ يبقى اعمل دبل كليك اهو، بص طلعها لي. لا اما اقفل خالص صحتك ديت وتظهر امانه عندي. يبقى في طريقتين. الطريقه الاولى ان انا اجي ادوس هنا، هتفتح لي، اقعد اتني دايسه مرتين هيتفتح لي كلمه امانه. ماشي. الطريقه التانية ان انا اجي الغي صحتك، فهقدر ادوس على طول هتطلع لي امانه. ماشي. عشان بس اللخبطه اللي بتحصل. طب كلمه امانه لازم اعمل زوم، ما تعملش ابدا كواليتي كنترول ولا تشتغل صور من غير ما تعمل زوم. ماشي. اروح جاي هنا اهوت اتاكد، اعمل زوم تاني والغي. بصوا لما لغيت في طرف هنا اهوت، بصوا المعمول احمر وابيض، فطرفها جاي على طرف الخط. فانا اعمل ايه؟ احاول ان انا ابعد سنه، هي مش صح مش غلط، بس في شادو كده، في زي الظل للكلمه، فاحاول ان انا ابعد الظل عن الكلمه. وهنا بصوا مسافه كبيره قوي متسابه، المفروض يبقى حواليها مش فوقيها، واتاكد ان الظل بتاع الحرف ما اتشالش. بصوا هنا لو عملت زوم اكتر هتشوفوا الكلام اللي انا بقوله. بص هي يا دوبك جايبها بالملي، ماشي كلامها صح. بصوا انا بزود واعمل اتاكد ان هي كلامها صح ولا انا اللي كلامي صح. طلع لا، البنت فعلا ما شاء الله عليها عاملاها حلوه قوي. اعمل دبل كليك واسحب يمين شمال. هنا في سنه كان الخط فوق الايه الرقم، عشان في طرف اللي هو السمبوكسه دي، فابعد لا شويه. تمام. لازم تتاكد ان كل كلمه كل بتاع معمول صح. ماشي. مفيش حاجه ملموسه، في يعني في مفيش تماس، هي ابعد سنه من التماس. اوكي. التماس ده يعني اتنين هيلمسوا بعض. اعتبر نفسك كده في براد مولع وانت هتحط صباعك جنبه، اكيد مش هتلمسه عشان ما تتحرقش. ماشي. فركزوا في الحكايه دي. هتبقى جنب البراد بس صباعك ما يلمسوش، ده التماس اللي احنا عايزينه في الايه البدايه. كلمه امانه هي عملتها، احنا عايزين نشوف بقى هي عامله الكلام صح ولا غلط. اكبر لكم وتشوفوا معايا. الكلمه هي كده كده اهوت،
سوري معلش كبرت قوي، عشان انت ممكن تعملها من ال... من الماوس بتاعتك. بصوا انا بنزل من هنا، بص كلمة امانة فيها فعلا حاطة الهمزة والت المربوطة. يا جماعة لو هي مكتوبة من غير همزة ما تحملهاش بهمزة، حتى لو هي غلطة مطبعية وانت عارف انها بتتكتب غلط ولا صح. والنقط اللي هي مكتوبة هاء اكتبها هاء، حتى لو هي انت عارف ان امانة فيها ت ولازم امانة، عشان تعرفوا في ناس ما بتعرفش تفرق بين الت والايه المربوطة والهاء. ماشي، فهزود تنوين هيبقى امانة. اوكي. طب لو عايزة أعرف الألف دي صح ولا غلط، ألف همزة قطع ولا وصل، هقول والأمانة، وأمانة. بما إن نطقت الألف يبقى دي همزة قطع. ماشي، عشان بس في ناس كتير قوي ما بتعرفش وبتتلخبط. فأنا أتأكد إن أنا مصغرة الحاجات، وأتأكد إن أنا عملت الإيه، خلصت وتأكدت إن الكلام صح، وأعمل qualified. ماشي، qualified دي ما دوسهاش غير أما أتأكد إن أنا كلامي صح. اصغر تاني واشوف بقية الكلام، مصغرش قوي يعني. اطلع بقى، اطلع صحتك بقى، انا خلاص مش عايزاها. ادخل بقى على الكلام اللي بعد صحتك. اهم حاجة ان السطر يبقى جنب، زي ما قلت لك ده حجم وده حجم، عشان كده فصلناهم. في مسافة كبيرة بينهم، لو هي مسافة واحدة بس هنعملها زي من هنا لهنا، هتتحط كلها. بصوا انا حطيت، خلوا بالك لما يبقى عندك، عشان في ناس كتير قوي بتغلط، عندك مكتوب كله كابيتال ليتر، لازم وانت بتعمل كواليتي كنترول يبقى كله كابيتال ليتر مكتوب هنا. ما ينفعش اول حرف كابيتال ليتر والباقي سمول. ده ترجعه لصاحبه ويصلحه، او تفهمه وتعمله نوتيفيكيشن ان اللي انت بتعمله ده غلط. وتتاكد ان الحروف مكتوبه صح، عشان في ناس ممكن تغلط، تزود حروف تنقص حروف، هي قرت الحروف غلط اصلا، فتمشي حرف حرف. ماشي، هنا اختار انجلش، تمام كلام صح. اللي بعدها مجله شهريه متخصصة في الطب والجمال. طبعا انت مفيش داعي تستعجل زي كده اهو. ماشي، هي كواليتي مفيش مشكلة. اجي لازم ازود الزوم بتاعتي عشان اتاكد ان الكلام ده صح ولا غلط. بصوا هي عامله غلط هنا اهوت، هوريكم الغلط ايه. انت ككواليتي كنترول ما ينفعش تسمح بالحاجه دي. هي سايبه مسافه كبيره قوي قوي قوي. بصوا المسافه قد ايه بين الحرف، سايبه مسافه قد ايه بين الحرف وبين المسطره بتاعتها. طبعا الكلام ده غلط. بص انا من بره انا شايفاها، بصوا سايبه كميه مسافات ازاي. كل ده غلط، كل ده غلط، كل ده لازم يتصلح. يبقى انا المفروض اقرب، يبقى زي ما قلنا افتكر البراد المولع اللي على النار، صباعك جنبه بس ما بتلمسهوش، واروح جاي هنا بصوا واتاكد انه جنبه ملمسهوش. مش مشكلة، انت الحتة دي عملتها تعمل من الناحية التانية فهتتظبط. ماشي، احاول اصغر شوية عشان وانا بعمل ما اسحبش المسطرة بتاعتي وتيجي على حرف من الحروف. بصوا انا بنزل واتأكد ان هي الظل بتاع الحرف، لو في زي ما شفنا هنا ازرق واسمه ابيض واحمر. بصوا هنا لا كله، بصوا ما لمستوش. بصوا انا هكبرهولك بقى. بصوا شلنا المسافة الوحشة خالص، لكن بصوا من تحت باينة مسافة وحشة، لازم المسافة دي كلها تتشال. اجي هنا برضو اتأكد، اطلع شوية كده واتأكد ان الشادو او الظل بتاع الحرف ملمستوش. اجي الناحية التانية خالص، لا اله الا الله، وايه واصغرها. ماشي، واتأكد ان الظل او المهزوزة الحرف مهزوز مفيش مشاكل. انا لما انزل على اللي تحتها برضو غلط. بصوا سايبه كميه مسافه ازاي، والله حرام. ليه كل المسافه دي كلها؟ ده انت شغلك جميل، ليه تخليني ارجع لك شغل؟ ليه ما تاخديش ولا مليم؟ يعني لو هي اتبعتت بالمنظر ده للعميل مش هيدفع لها حاجه. طب فانا عملت ايه؟ خدت عملت كنترول برنت سكرين عشان اوري لها شغلها الغلط، عشان ما تقوليش ان انا شغاله صح. اوري لها لا انت شغاله غلط. برضو هاجي هنا اهوت من طلع لي الدايره الزرقاء، اتاكد ان النقط دي مش مقطوعه، واجي هنا اتاكد ان ايه، ان الحروف كلها باينه. طبعا الجمله مش باينه، فانا عشان كده بقول لك صغر وانت بتقص الجمله.
نجيبها كده شويه عشان تبقى شايف حدود الايه اللي انت بتعمله، وانزل اتاكد ان اللي يبقى براد الشاي ان انا قريب منها ما بلمسهاش، لو لمستها هتتحرق، يبقى انا ايه مش هاخد ولا مليم، لو اتحرقت مش هاخد ولا مليم. احفظها كده. يبقى خلاص وعملت فيتنج خالص. عارفين اللي هي البنطلونات الاسترتش بتبقى حوالين الجسم مش بتقطع الجسم؟ عمرك شفت بنطلون قطع لك رجلك؟ بصوا هنا هوت لما طلعت خالص النقط بتاعتي هكبرها لكم، النقط بتاعت الحروف دي خرجت بره، طبعا كده غلط لازم اكبر تاني. فايه هصغر بقى، انا خلاص كده ظبطت حالي، فاضلي بس النقط دي ادخلها، اروح جاي هنا وارجع انزل لتحت شويه كده. حاولوا يا جماعه يكون شغلكم شكله حلو، يعني انت بتعمل مضلع، اعمل المضلع شكل مثلا مستطيل، ما تعملهوش بقى سمبوكسات واعمل لي مش عارفه كارو وهارت وحاجات غريبه، بتعملوا شويه حاجات غريبه، واعمل لي اللي عامل لي شمس الشموسه هنعمل بيها ايه حضرتك؟ يعني انت بتتعامل في كلمه، الكلمه دي تقريبا مربعه، ليه تعمل حاجات غريبه مع الكلمه؟ طب دلوقتي هندخل في الجمله اللي بعدها. بصوا هي كل قصها وحش بعيد، كل قصها بعيد وحش، القص بتاعها وحش مع انها كانت قصة فوق حلو. سبحان الله، في ناس بتستعجل. ما تستعجلش، هو انت كده كده مش هتاخد فلوس غير المعمول صح، فبتستعجل ليه؟ بتلم فلوس انت يعني لما تعمل 100 تاسك غلط، لما يرجع لك تعمله صح هتخلصه في الوقت المفروض تتعمل؟ طبعا لا هتخلص ولا حاجه، وهتضيع عليك الداتا، هيضيع عليك. يبقى ايه لازمه الاستعجال؟ ايه لازمه النصاحه اللي انت فاكر نفسك انصح واحد؟ ليه واحد يقعد زيي يصلح في شغل واحد وحش، شغله وحش، وفي النهاية لا هو هياخد فلوس ولا انا هاخد فلوس، ونضيع وقت الناس. وفي ناس يبقى شغالة شغل جميل متاخدش فلوس عشان تاسكاتها باظت بسبب ان احنا مضيعين وقتنا مع التاسكات الغريبة دي. اتأكد، بصوا هنا حصل تقاطع بين النقطة والايه، عشان كده بقولك صغر وانت بتقص. خلاص انا ظبطت المسافة، اكبر شوية اتأكد ان كلها مش ملموسة. خلاص اتأكد، حاسس انك احول شوية كبر شوية، شوية مش كتير، ماشي. ادي هكبر لك. بص انا طول ما انا قاعدة بعمل زوم اوت زوم ان زوم اوت زوم ان، اتأكد ان هي ما لمستش ولا حرف منها، ما لمستش ولا حاجة. حتى هنا طويلة بس انا طويلة ليه؟ عشان انا عندي نقطتين هنا لازم ما تلمسهمش، ماشي. هي مش لمساهم بس انا هكبرهم شوية. بصوا خلاص اتأكدت، ادخل ايه اشوف سيادتها كاتبة الكلام صح ولا غلط. عيد الاتحاد، مفيش همزة، وكواليفايد، ومختارة التاجات صح، ديجيت يعني رقم وعربي. ادخل على اللي بعدها. يبقى احنا زي ما قلنا اهم حاجة ما نتأكد ان كل الكلام سليم. طبعا المنصة ديت عاملة حاجة رمز كده هوت بيتحط، الرمز ده بيتحط في حالة ان يعني الكلمة تبقى مقطوعة. فهنا مثلا البروجكت بتاعنا دوت، لو هي مثلا انا عندي كلمة عيد ديت مقطوعة بالشكل دوت، مش مشكلة لو دي باينة انها عين، لكن لو انا مش عارفة ان دي عين، ممكن تكون ميم، ممكن تكون اي حاجة، يبقى انا هاجي افرغ الياء والدال. طب هفرغ الياء والدال ديت وهعمل ايه؟ هفرغ الياء والدال دولت واعمل ايه؟ بصوا زي ما قلت لكم هي كده، يعني انا عندي مثلا حاجة مقطوعة بالشكل ده، ماشي، انا مش عارفة الحرف ده ايه، فانا كل اللي هعمله هكتبها لكم فوق، معلش هي المفروض تتكتب تحت في التكست بس مش عايزه ابهدل الكلام الصح.
فانا هروح جاي اعمل ايه؟ في الناحيه الانجليزي في عندك الرمز ده، بصوا الرمز ده ماشي، واروح حاطه فيه ستار، واروح ايه قافلاه بالرمز اللي جنبه. وبعدين بعد ما اخلصه هكتب جنبه اللي انا شايفاه اللي هي الياء. طبعا هي كان فيه الاول، نرجعها للعربي واعمل المسافه، سوري مش المسافه، مسافه. مش عارفه هو ليه بيكتب انجليزي. اوكي، بعمل مسافه بين الرمز اللي انا عملته ده اللي هو القوسين وبعديها ستار، وبعديها بعمل الماده بتاعه الياء، وبعديها احط الدال. بصوا، يبقى انا هتتكتب ازاي؟ هتتكتب كده، يبقى قوس وستار ده في الحرف اللي مش باين، وبعديها اعمل مسافة واكتب الياء، بس اعمل الاول شرطة من هنا عشان يبين ان كانت موصولة، والدال ماشي، واكمل بقية السطر عادي ورا بعضه. طب في حالة ان انا مثلا جيت الحتة دي بعد ما جيت اشتغل، بصيت لقيت الحتة دي فيها حرف كمان مش باين، حرف كمان مش باين ماشي، مثلا كده اروح جاي هعملها ازاي؟ هعملها، هعمل سبيس وهعمل الالف واللام، والحرف ده هعمل مسافة وهكتب نفس الرمز ماشي. طب انا كل شويه هقعد اكتب الرمز، هكتب الرمز، لا هاخده كوبي وبيست وارتاح، مش هقعد. يعني بصوا حاولوا توفروا صحتكم في حاجه مفيده من الاخر يعني. بصوا لو انا عندي مقطوع حرف وزي ما قلت هنا اهوت مقطوع كده حرف من الناحيه دي حرف، يبقى ايه؟ يبقى هكتب الستار وبعديها الياء والدال الحروف اللي باينه، وبعديها مسافه والالف واللام، وبعديها اسم اللي هي القوس والستار اللي هي تحت ماشي. نفس الكلام في الكلمه اللي بعدها، هي الياء باينه لكن الحرف اللي قبلها مش باين، والضاد دي باينه لكن مفيش حاجه تانية بادئه، خلاص هعمل نفس الكلام. هعمل من هنا اروح حاطه الياء، هعمل اللي هي شفت حرف التاء عشان ادي المادة دي ماشي، شفت حرف الياء وبعديها الراء والت، واعمل سبيس واكتب النهضة، بس ما كملهاش بقى ماشي. طبعا دي كان المفروض ان احنا نحطها من الاول خالص تبقى موجودة. بصوا الموضوع سهل وبسيط ومفيش اي مشاكل. اهم حاجة التاجات يا جماعة، ما تنسوش التاجات بعد اذنكم، ما تنسوش التاجات، التاجات دي اهم حاجة. لو عربي زي ما قلنا هنكتب عربي، انجليزي انجليزي، صيني صيني. والصيني الافضل خده كوبي بيست، يعني حاول انك انت تكتبه كتابة في الجوجل ترانسليشن. في ناس كتير قوي بتبقى اقول لك هتقول لي اجيب لك منين، افتح جوجل ترانسليشن هتلاقي كل حاجة عندك في الكيبورد. بصوا خلوا بالكم لما تيجوا تراجعوا لازم تتأكدوا ان الكلام المكتوب صح. يعني انت مثلا بتكتب اسم رواية والكاتب ده مشهور بس عامل زخرفة في اسمه، وانا مش عارف اطلع اسمه، هو اسمه كنزي ولا اسمه رنزي ولا اسمه ايه بالظبط، ولا رنزة. ادخل اشوف جوجل سيرش كده واشوف الحاجة اللي انا مش فاهمها. يعني مثلا القصة ديت الشخص صاحبها في كلام مش واضح في في الكتاب بتاعه، ادخل وادور كده وافتح ادخل على الايمج، ادخل على اي حاجه، بما ان انا بشتغل في صوره فادور في الصوره، او ادور على الشخص اسمه ايه، اكتب مثلا اسم الكاتب اسم الكتاب وهكذا. ما تقعدش تفتكر انك انت اللي مكتوب هو اللي صح، لا انت لازم تتاكد ان فعلا الكلام المكتوب صح. حتى لو المود مديك الشغل غلط انت تصلحه، هما مش هيفهموا كل الرولز. طيب دلوقتي جوجل ترانسليشن زي ما قلنا مجرد ما هتيجي تكتب جوجل ترانسليشن
بص، ادخل على الكتاب، اكتب اسم الكاتب، اسم القطعة، واشوف الكلام مكتوب ايه بالظبط وواضح ولا لا. يعني هنا مثلا في اللغة ديت، هي لغة مش عارفة مش واضحة ليه عندكم. يعني مثلا دي لغة قديمة، اللغة المسمارية دي، ولا مش عارفة ايه. خلاص بقى، مادام هي لغة قديمة مفيش داعي قوي ان انا اكتبها واكتب اذر لغات. بس لو جالك مثلا لغة فرنسي، لغة هندي، لغة تايلاندي، اعلم عليها واعلم على الايه، على other language. اوكي. اهم حاجة اتأكدوا ان الجايد لاين بتاعكم فهمتوه. مش فاهم حاجة اسأل، عندك حاجة جاتلك اسأل. لو لقيت الكلام متشابك مع بعضه، لو مش عارف تجيب اليونيكود بتاعه، ممكن تدخل تعمل سيرش على اليونيكودز. لو مش عارف تجيبها خلاص اكتب الكلام زي ما هو. البروجكت ده مش محتاج انك انت تكتب كل حاجة بالتفصيل، بس اهم حاجة انك تكتب صح. الموضوع سهل وبسيط ومفهوش اي مشكلة. فما تظلموش نفسكم واشتغلوا صح، وما تضيعوش وقتكم. وكل حاجة أصلا في ناس كتير قوي يا جماعة بتبقى مش محركة الصورة، سايبة الصورة كده وسايبة بقية الكلام. لازم تتأكد إن كل الكلام مكتوب، كل الكلام مكتوب. ماشي. مينفعش إن أنا آخد كلمة وأسيب الباقي. وحاول إنك أنت صغر، أنا مكبرة بس عشان أوريكم الكلام اللي بيتكتب، لكن أنت هخليه زي ما قلنا كده 90 100، مش أقل ولا أكتر من كده. وتحكم بقى في الزوم بتاعتك من هنا. انا مثلا عايزه اتاكد دلوقتي ان الكلام دوت صح ولا غلط. هي نفس البنت فعامله نفس الغلط، انها سايبه مسافه بعيده قوي. زي ما قلنا، افتكر كده، هو البراد الشاي وايدك جنبيه. ايدك جنبيه ما بتتلسعش، هي لمس يعني قريبه من الحراره عشان تتدفى، لكن هي مش جوه البراد ولا لمسه المعدن بتاع البراد عشان تتحرق. كل حاجة بسيطة وحاولوا تستوعبوها. لو استوعبت الحاجة وتعيد مرة واتنين وتلاتة، وتعرف انك انت لما تيجي تشتغل مع الليدر ده، هو انت ما بتشتغلش مشروع واحد. اذا انت ريحت واشتغلت كويس وسمعتك حلوة عنده، هيجيبك في كل مشروع. هو ما يصدق يعلم حد. لكن هتيجي تزهقه ومش راضي تشتغل، ومش عاجبك وعايز تقبض ومش عايز تشتغل، وتضيع وقت الناس اللي بتشتغل، مش هيجيبك ليه؟ هو مش فاضي، مش فاضي يقعد يعلم في ناس مش عايزة تتعلم. فانت لما تيجي تتعامل مع الليدر، تركز كده مع نفسك وتتعامل معاه باحترام، عشان هو مش مجبر يشغلك. في ملايين غيرك عايزين الشغلانة دي، لكن ربنا اللي رزقك. فانت تتعامل مع الناس كلها باحترام. الكيو مثلا هم بيشتغلوا شغلك، ما اقعدش بقى ايه اقول له اصل انت بتشتغل ولا ما بتشتغلش، ولا مش شغلتي وازاي بعيد وكده. لا، تتعامل صح مع الناس. وخلي بالك انت ككيو لازم لما ترجع حاجة لتاسك لحد، لازم تفهمه انت عايز ايه منه، لان هو مش فاهم. هو لو كان فاهم ما كانش غلط، صح؟ يبقى انت تكتب هنا هوت الكلام اللي انت عايزه على البوكس الغلط، والنوت هنا هو زي ما قلنا تفتح النوت وتكتب. هو مش فاهم انت بتقول ايه، ولو بعت له مليون حاجة مش هيفهم انت بتقول ايه. فوفروا الوقت اللي فاضي اللي ما بنستفادش بيه بأي حاجة بسبب ان كنتوا ما بتكلموش بعض. آه، فاضل كده هو بس المرتجع، ان شاء الله هبقى اشرحه لكم. بس تقريبا احنا كده اتكلم. في بعض الكلام بيبقى بالطول يا جماعة. الكلام اللي بالطول، انا هروح كده مثلا، لو انا عندي مثلا زي مثلا التاسك بالمنظر ده، انا هاجي بصوا على بداية الجملة بتاعتي من هنا، وابدأ ارسم المضلع بتاعي. هرسمه من هنا، هتبقى دي واحد، لان بداية الجملة بدايتها من هنا. يعني انا لو جيت عدلتها هتلاقيها بادئة من هنا. ماشي. فانا امشي بالترتيب، يبقى هنا واحد، وتحت اتنين، بعديها هنا تلاتة، يبقى هنا اربعة. ماشي. لان انا لو عدلتها هتبقى بادئة من واحد من هنا، صح؟ يبقى انا الاتجاه التاسك كده اتجاهه مايل، اتجاهه معرفش ايه، ادور على بدايه الايه، نهايه الجمله او بدايه الجمله، واعملها من ناحيه الشمال فوق. ماشي.
طب لو حروف تحت بعض، لو حروف تحت بعض هعتبر كل حرف سطر لوحده، وهفرغ كل سطر لوحده. ماشي. طيب في ايه تاني؟ تأكد ان لو هنا اي غلطة مطبعية، مثلا بدل ما اكتب اكثر كتب اكتر بالتاء، خلاص اكتبها زي ما هو كاتبها، ما اقعدش افتي، ما ترجمش، ما اكتب الموجود بالظبط. مكتوب الف مكسوره اعملها الف مكسوره، مكتوبه ياء اعملها ياء، مكتوبه الف بهمزه اعملها الف بهمزه، الف من غير همزه من غير همزه. ما صلحش اللي قدامي، انا بكتبه زي ما هو. في ايه تاني ممكن؟ تقريبا زي ما قلنا كده، تقريبا قلنا كل الحاجات اللي ممكن تطلع لك. استهدوا بالله كده هوت، واشتغل شغلتك وما تضيعش وقتك، واستمتع بالمشروع، وابني علاقات تبقى سمعتك حلوه ولذيذه. عشان انت لو انت صاحبت ده وده وده وتعاملت مع ده باحترام وده وده، هيقول لك تعالى اشتغل معايا. هتزهق حد وتتعامل بقله ذوق، مش هيجيبوك تشتغل معاهم. وربنا يوفقك يا رب. وان شاء الله لو في اي حاجه ارجع دايما للليدر واساله، لان ممكن في لحظه العميل تتصل بالشركه تقول له لا غير كل القوانين دي وهنحط قوانين تانية، يبقى انا على طول ابقى لازم في جروب الشركه، الجروب منضم للشات، الجروب بتاع الفريق بتاعك، ودايما اقرا هما بيكتبوا ايه. لازم اتاكد ان انا متابع. النهارده مثلا هكتب الفرنسي، بكره لغى الفرنسي. هو حر، هو حر، يكتبوا ما يكتبوش هو حر. ممكن يكون هو بيقرا اترجمت غلط واتقال ان اكتب الفرنسي، وهو اصلا الترجمه الاصليه بالصيني بيقول له ما تكتبش الفرنسي. فانت هتيجي تحاسبه ان هو قرا غلط، هنعيد الشغل تاني. بدل انت هتنك تعيد لحد ما تقبض، خلاص عيد واخلص. ماشي. وان شاء الله تستمتعوا ويبقى مشروع لذيذ، ومشروعات كتيرة حلوة. اسألوا الله من فضله، واسألوه دايما يكرمكم ويعلمكم بالتوفيق. دلوقتي لازم تاخدوا بالكم من حاجة، انك انت قبل ما تيجي، يعني انت خلصت خلاص الكيو بتاعك ورجعت كل التاسكات وتأكدت ان هنا هوت 10 تاسكات وفاضل 10 وخلصت ال10 تاسكات، وانت دلوقتي شغال في اخر واحد. فلازم تتأكد انك انت شغلك سليم. يعني لو في حاجة انت كنت بتعملها مثلا غلط او ما خدتش بالك منها او نسيتها، تحاول انك انت تراجع تاني على التاسكات قبل ما تعملها خلاص فينش. يعني بصوا، انا قلت لكم الفينش ده هيتاكتف في اخر التاسكات، اخر تاسك بيتاكتف مع الفينش. فانا مش هلمسه خالص، انا كل اللي هعمله ان انا هعيد من اول وجديد التاسكات. في عندنا ايرور بيحصل في المنصة زي ما انتم شايفين كده، هو فجأة تلاقي انت عندك هنا هو المضلعات بتاعتك، ويجي هنا هو تلاقي مفيش اي بوكس في البتاع كله. بصوا مفيش اي بوكس، مفيش غير واحد بس. تدوس على اي حاجة فيهم مفيش اي حاجة بتظهر. طب انت هتعدل ازاي البوكس؟ هنعدله بطريقة بسيطة، ان انا لازم اعمل سيف للشغل بتاعي. اي حاجة هتعملوها يا جماعة في المنصة دي لازم تدوس سيف وتتأكد ان هو بيسيف، وتستنى شوية وبعديها تعمل الحاجة، سواء تعمل اكسبت، تعمل فينش، تعمل اي حاجة. واجي من هنا اعمل ريفرش. زي ما انتم شايفين هو بيقعد يعمل لي وارنينج عشان عدد التاسكات اللي في الكيو. في تاسكات كتيرة، يعني بصوا هنا مدين وقت 20 ساعة بس، بس هو لأ، هو في وقت، يعني في تاسكات هتخلص كمان كام ساعة يعني. ماشي. فنخلي بالنا ما نقعدش كتير قوي في التاسكات وما ننساش الموضوع كله. بصوا زي ما اول ما عملت ريفرش، زي ما قلت الاول تحفظ، راح مطلع لي المربعات اللي انا المفروض براجع عليها. ما انا مش هراجع كده هوت وبس، لا انا راجع المربع انه معمول صح، واظبط حالي واتاكد ان ان زي ما قلنا الخط، اعمل زوم واتاكد ان الخط ما بيلمسي الحرف، معدي جنبه بس، حواليه وبس. ماشي. نظموا يا جماعة المربع شكله بتاعكم، يعني خلوه شكله مربع،
شكله مستطيل، شكل يعني صحيح هو رباعي بس يعني يبقى ليه منظر، ماشي بحاجة شيك كده هو. المهم خلصنا وتأكدنا ان حاجتنا سليمة وعملنا كواليفايد ليها، وتأكدنا ان الكلام صح، العربي عربي والانجليزي انجليزي، وتقريبا كده هو ما بقاش فاضل لنا اي حاجة. اهم حاجة تتأكدوا منها ان اي علامة ترقيم او رمز من الرموز، طبعا انت مش هتفرغ غير الرموز اللي هو قايل لك عليها في الجايد لاين، الا لو هو قال لك اكتب كل الرموز او الليدر بتاعك قال لك حاجة تانية. زي ما قلنا كل بروجكت بيختلف في البرنامج اللي هو هيغذي بيه الذكاء الاصطناعي عشان يعمل الشغل، ماشي. انا خلصت. بصوا هنا هو لندن مثلا فيها زخرف، النون فيها زخارف، ما يفرقش معايا البرنامج ده يقول لي ما فيش، مش مشكله، اكتبها زي ما هي، ماشي. المهم الحروف بتاعتها تبقى واضحه. خلاص كده خلصنا ومفيش اي مشكله، واتاكدت ان التاسك بتاعي مفيهوش حروف، مفيهوش اي حاجه تانية. اقعد ادور كده هوت على ان كل حاجه سليمه والرموز معموله والعلامات الترقيم معمول انها رمز، الارقام موجودة انها رمز. بصوا هنا مثلا دكتور نبيل الحداوي دوت ولا مش عارفه ايه. بصوا انا حطيت هنا هو بوينت او نقطة، لازم تحت اختار الرموز مع الايه على بي، اوكي اللي هو العربي، ماشي، عشان ده مكتوب بالعربي. واتاكد برضو ان بقية الحاجات سليمة مفيهاش اي مشكلة. خلاص خلصت. وخلوا بالكم يا جماعه في ناس بتروح حاطه، تيجي نوت مثلا هنا الواو لازقه في البتاع، تلاقي واحد عامل لك سبيس. طب سبيس ليه؟ انا اعرف السبيس ازاي؟ ان هو بيبقى فيه مسافه بينه وبين الحرف. طب اعرفها ازاي؟ اجي كده احط صباعي، امسك صباعك كده اعمله على الشاشه، ادي حجم الحرف، يبقى اللي بعده هيبقى حجم نفس الحرف، يبقى دي مسافة واحدة. لو عندي الحرف ده حجمه اتكرر مرتين، يبقى انا هفصل الجمل وهعمل دي جملة لوحدها ودي جملة لوحدها، ماشي. طب في حالة ان انا عندي زي ما قلنا واحد خط صغير وخط كبير، يبقى هتبقى الخط الكبير لوحده والخط الصغير لوحده، ماشي. موضوع سهل وبسيط مفهوش اي مشاكل. اهم حاجة اي حاجة مش فاهمينها اسأله، اي حاجة مش واضحة اسأله. ما تسيبش نفسك كده عمال تعمل غلط 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 وتضيع وقتك ووقت الناس، ولا تستفاد حاجة ولا هم يستفادوا حاجة. لان احنا كل التاسكات اللي احنا بنصلحها ولا بنرجعها دي، سوري، اللي احنا بنرجعها ما بناخدش عليها فلوس، اللي احنا بنصلحها ما بناخدش عليها فلوس. انا بصلحها عشان المشروع ما يتاخدش مننا، البروجكت ما يضيعش علينا، ما يجيش العميل يقول انتوا شغلكم وحش انا قررت اجيب فريق تاني، ماشي. لكن انا ككيو المفروض ابص بصه كده اقول ده شغله وحش اروح بعتهوله، اعمله مرتجع، ما صلحش حاجه. ده شغله كويس اروح عامله له ايه، اوكي خلاص ياخد فلوس، ماشي. لكن انا اقعد اصلح كلمه كلمه حرف حرف مش شغلتي. عشان في ناس معتقده ان احنا ايه، المفروض ان احنا نعمل الكلام ده. لا، انا مش مفروض اعمل اي حاجه من دي، انا كل المفروض ان انا ابص بصه واتاكد الحاجه دي سليمه ولا وحشه بس، وابلغ الشركه بيها انها سليمه او وحشه، ماشي. هنخلي بالنا، اللي بيساعدنا نحاول نساعده عشان ممكن يزهق، مش كل الناس هتشتغل لله والوطن، صح. دلوقتي هنعمل ايه؟ انا خلاص خلصت، اروح دايس لازم سبيس اللي هو آه حفظ، وبعديها او ان هو بيقول لك ممكن تعمل شيفت الت دوت معاها اس واعمل اكسبت. بص مجرد ما عملت اكسبت انا هنا في 10، بصوا هيرجعني من اول وجديد. بصي رجعني في واحد، انا اللي رجعت في واحد. المفروض خلاص انا خلصت كده ومفيش اي مشاكل، والمفروض ان انا بقى ايه اروح. بس انا عايزه اتاكد من حاجه، ان علامات الترقيم
الليدر قال اتأكدوا يا جماعة ان علامات الرموز والترقيم محطوط رموز واللغة. انا لازم اشيك على كله واتأكد. انا عملتها بس اتأكد برضو ان انا ايه، ان انا افتكرت وعملتها. يعني ممكن يكون كلمة. بصوا المراجعة يا جماعة مش هتنقصكوا حاجة. فعلا المراجعة محتاجينها، لان اغلبية الناس اللي بتشتغل ممكن غصب عنها حطت على يعني لمست، ضغطت حرف زيادة، حرف ناقص، مسحت حاجة. فصدقوني ال5 ثواني اللي انتوا هتعملوا وال10 دقايق اللي انت هتراجع فيها دي، يعني بصراحة هتفرق جدا جدا في الشغل. فحرام تظلموا نفسكم. ميبقاش انت طالع عينك وعمال تشتغل صبح وليل في انها ما تاخدش ولا مليم. ليه؟ عشان انت شغلك غلط. طب هو غلط ليه؟ عشان انا ما كلفتش خاطري اشوف الابديت اللي الليدر بيهاتي عليه صبح وليل، اعمل كذا وما تعملش كذا. الشركة بتقول انتوا ما بتعملوش كذا، ماشي؟ الشركة اكيد مش مستقصدوك، هي عايزة احسن حاجة، هي عندها استعداد تدفع لك ملايين، بس اديها التزاماتها، اديها شغلها اللي هي عايزاه. ما يبقاش انت مصمم انك لا تسمع ولا تقرا ولا تفهم، والناس جايالك ببلاش عمالة تتعلم فيك وانت رافض برضو تتعلم. دي حاجة مش لذيذة خالص يعني. قلنا كده ايه تاسكات، نبعدها شوية ونتأكد ان هي ايه سليمة. اصغر واكبر من الزائد والناقص. خلاص خلصت. سيف وادخل ايه على التاسك اللي بعده وهكذا. هنا الرمز ايه نسيته، هنا مفيش رمز سوري. رمز هنا نسيته اعمله. هنا لا مكتوب. هنا مكتوب برضه الرمز مكتوب. رمز هنا مكتوب بس مفيش اي كلام جنبه، وهكذا. طيب انا دلوقتي بعد ما اخلص بقى ايه المراجعة دي كلها هعمل ايه دلوقتي؟ انا خلصت خلاص مراجعة كل ال10 كاملين وتأكدت ان كل حاجتي سليمة. هاجي هنا هوت هعمل فينش، يعني انا على طول بدوس اكسبت او ريجكت. انا طبعا التاسكات بتاعتي حاولوا ان الباكج بتاعتكم تبقى نوع واحد، يعني لا اما كلها ريجكتس لا اما كلها اكسبتد. يعني هنا بص انا مثلا التاسكس بتاعتي 10 accepted 0 rejected، وعندي فاضل تاسكات 145 تاسك اشوفهم. لا سوري، شفت 145 سطر بوكس، يعني ده عدد البوكسات اللي انا شفتها وراجعتها في الايه في ال10 تاسكات ديت، ماشي. طبعا انا مش مديهم ريت وحش، فالريت بتاعهم حلو. ده هنا هو اسم الانوتيتور، وهنا هو بصوا في عندي اختيارين، يا اما ادوس اكسبت، يا اما لو في حاجه ريجكتد يبقى هعمل ريجكتد تو ايه تو انوتيتورز. في الحقيقه مش عارفه بالظبط بتتعمل منين، ان هي مثلا لو في نص التاسكات ريجكتد ونص تاسك بيبقى اكسبت، فمش عارفه بصراحه بيتعمل منين. لان انا زي ما انت شايفه كده، شايفين
هنا اكسبت او ريجكت، فانا مش عارفه الاتنين يعني يبقوا مع بعض ازاي يعني. ماشي. فانا عن نفسي بريح نفسي، لو انا التاسك ده كله هرفضه ما بحطش فيه اي accepted، ولو التاسك ده كله هقبله ما بعملش فيه اي rejected. اوكي، لحد ما افهم بالظبط المنصة، عشان انا ما اشتغلتش عليها كتير يعني. فهنا هو خلاص انا هدوس انها accepted. accept وهتروح للشركة. لكن الريجكت بيروح رايح للمود او الانوتيتورز او الراجل اللي بيعمل ترانسكريبشن تفريغ، بيرجع له من اول وجديد. بص هنا بيقول لي لازم طبعا كله بيبقى متراجع كويس جدا. ماشي. هنا بيقول لي ان خلاص الداتا بتاعتي هتتظبط وهيدخلني على ماي جوب. فالموضوع سهل وبسيط ومفيهوش اي مشكله. سيبها تحمل. لما تلاقوها المنصه تقيله او في مشكله ولا حاجه، بصوا دلوقتي فاضل 2000 وكذا، ادخل على الستارت وابدأ في التاسك اللي بعده. بصوا هنا 1800 وكذا، وهنا 200، وفاضل 3 ساعات، 5 ساعات. ونبدأ الشغل. هنا طبعا هدوس لو انا مش هقبل كل التاسكات ديت. دخلت لقيتها وحشة وقررت ارجعها كلها مرة واحدة. طبعا شركات اللي بتعمل كده، احنا ما نقدرش نعمل كده عشان بيصعب علينا حماية الناس. ياريت تشتغلوا من الاول صح. بالتوفيق يا رب.